دعت وزارة النقل واللوجستيك كافة مهنيي النقل العمومي للمسافرين ونقل البضائع والنقل المدرسي وكذا جميع مستعملي الطريق إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر أثناء التنقل والتقيد الصارم بقواعد السير والسلامة الطرقية خلال نهاية الأسبوع الجاري. الوزارة ذكرت في بلاغ أن هذه الدعوة تأتي تبعا للنشرات الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية والتي تتوقع أحوالا جوية غير مستقرة خلال الجمعة وعطلة نهاية الأسبوع، والتي تتميز بهبات رياح قوية وأمطار قوية إلى جد قوية خاصة بالمناطق الجبلية، إضافة إلى تساقطات ثلجية بعدد من أقاليم المملكة. وأشارت إلى أنه من المرتقب في هذا الصدد تسجيل هبات رياح قوية متفاوتة السرعة على مستوى عمالات وأقاليم الحوز وشيشاوة والجديدة وآسفي وسيدي بنور والصويرة وميدلت وأزلال، إضافة إلى اليوسفية وفيقيق وجرادة ووجد أنقاد والتوريرت وقلعة سراغنة ومراكش ورحامنة وأكادير الدوتنان والتارودانت. كما يتوقع تسجيل تساقطات مطرية جد قوية خاصة فوق المرتفعات بعملات وأقاليم أكادير الدوتنان والتارودانت والصويرة، ونزول أمطار قوية بعملات وأقاليم سفي وسيدي بنور والجديدة والشوكة إتباها وإنزقانة يتملون وتزنيت وشيشاوة والحوز واليوسفية. وعلاوة على ذلك من المتوقع تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من علو 1600 متر بعملات وأقاليم دلت وتنغير وأزلال وورزازات والحوز والتارودانت والشيشاوة. وفي هذا السياق دعت وزارة النقل واللوجستيك إلى تأجيل التنقلات غير الضرورية خاصة بالمناطق المعنية بهذه الاضطرابات الجوية، داعية مستعملي الطريق ولا سيما سائقي حافلات النقل العمومي وشاحنات نقل البضائع والنقل المدرسي إلى تتبع مستجدات الحالة الجوية قبل وأثناء التنقل والاستعلام حول وضعية الطرق. وأكدت الوزارة أن هذه الظروف المناخية تشكل عاملا مضاعفا لمخاطر حوادث السير، مما يستوجب احترام قواعد السلامة الطرقية ولا سيما التأكد من السلامة التقنية للمركبات وملائمة السرعة مع الظروف الجوية وحالة الطريق واحترام مسافة الأمان وتفادي التجاوزات والمناورات المفاجئة مع توخي الحذر أثناء ضعف الرؤية أو السير فوق الطرق المبتلة أو المغطاة بالثلوج. كما شدد البلاغ على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر عند عبور القناطر والمقاطع الطرقية الحساسة والامتثال للتشوير الطرقي ولتعليمات السلطات المختصة وعدم عبور المجاري والشعاب المحملة بالمياه. وجددت وزارة النقل واللوجستيك دعوتها لكافة مستعملي الطريق إلى التحلي بروح المسؤولية والانضباط حفاظا على سلامة تنقلاتهم وحماية الأرواح على مختلف طرق المملكة.